أسرار الماضي تنكشف. شخص ما ينقذ دفنة من السجن. من هو ولماذا؟ أحداث قوية قادمة في الحلقة الجديدة من مسلسل غريب في المرآة. التفاصيل بعد قليل. مثل ما شفنا في الحلقة الماضية أي الحلقة الثالثة، دفنة تتذكر فعلا أنها هي عذراء كارسلان، والآن تواجه خطر كبير أثناء فحص بصماتها في مركز الشرطة، لكنها تضحي مجددا من أجل طفلتها وتنجح في إخفاء هويتها، إلا أن ذلك لا ينقذها من السجن، حيث أنها ستحال فعليا إلى النيابة بتهمة السرقة. ولكن في اللحظة التي تعتقد فيها أن كل شيء قد انتهى وأنها خلاص يعني انكشفت، سينقذها شخص مفاجئ من السجن، لكن ثمن هذه الحرية سيكون لا يصدق. لا أعلم إذا كان هذا الشخص من ضمن كاست المسلسل، يعني يمكن عنزادة أو شخص آخر، أو قد يكون شخصية جديدة سيكون ظهورها الأول في الحلقة المقبلة. خلوا لي طبعا توقعاتكم لمن هذا الشخص وما هي مصلحته في إنقاذ دفنة من السجن، وما المقابل الذي سيكون أو سينتظره منها. على العموم بالنسبة لهانزادة، هانزادة التي تريد أن تجعل ابنها إميرهان ينسى عذراء تطلب من ديفني أن تجعله يقع في حبها. طبعا شفنا هذا في الإعلان الماضي وتكلمت عنه سابقا، وهذا سيجعل ديفني محاصرة بهذا الطلب الغريب، وتدرك أنه لابد أن تتذكر ما حدث في تلك الليلة التي هربت فيها من المنزل. يعني على ما يبدو أنها فعلا تذكرت أنها يعني من هي وما هي هويتها، ولكن هناك أحداث أخرى ما زالت غامضة في راسها، يعني ولا تعلم بالضبط لماذا هربت من هذا القصر ومن إميرهان بالتحديد ومن هانزاد ربما. في هذه الأثناء تصريح إميرهان للصحافة يحدث فوضى في العائلة والمجتمع، خطوة كان يظنها بحثا عن زوجته المفقودة، لكنها في الحقيقة تفتح أبواب أسرار مدفونة منذ سنوات وآلام حاول كتمانها بمدة طويلة. من تلك اللحظة تواجه ديفني الجانب المظلم من شخصية إميرهان لأول مرة. بارش يشعر بالقلق على دفنة بسبب تهورها، فيبدأ بالتحقيق لإثبات أن إميرهان ليس بريئا كما يبدو، ولكن سيجد نفسه فجأة متورط في سوء تفاهم كبير جدا. وفي نهاية الأحداث، بينما تحاول دفنة استعادة ذاكرتها وتتبع ما حدث في تلك الليلة المروعة، تصل إلى باب غرفة غامضة في قبو المنزل، وعندما تفتحه تجد نفسها وجها لوجه أمام أسرار الماضي المظلم. فماذا ينتظرها برأيكم خلف ذلك الباب؟ أخيرا سنكتشف ما يحدث هناك، ولكن مرة أخرى واضح أن هذه الفقرة الأخيرة المتعلقة بالغرفة الموجودة في القبو أكيد ستكون هي قفلة الحلقة المقبلة، وأكيد لن نعلم ماذا يوجد هناك إلى حين الحلقة الخامسة. هذا توقع الخاص، لأنه فعلا هذا ما حدث حتى مع الأسبوع الماضي. شاركوني طبعا أنتم توقعاتكم، ماذا يحدث في ذلك القبو؟ ماذا تظنون يحدث؟ وهل فعلا سيكون له تأثير في الأحداث إذا تم كشف الأمر؟ خلوا لي توقعاتكم بالنسبة لشخصية بارش وطبعا لإميرهان، وأكيد لا تنسوا تخلوا لي توقعاتكم للشخص الذي سينقذ دفنة من السجن. كالعادة خلوا لي طبعا آرائكم وتوقعاتكم تحت في التعليق. أما بالنسبة لموعد الحلقة الرابعة فطبعا ستعرض يوم السبت المقبل على الساعة 8 مساء بتوقيت تركيا على قناة ATV، والحلقة مترجمة طبعا تنزل ثاني يوم. مرة أخرى خلوا لي آرائكم في التعليق، خلوا لايك للفيديو، اشتركوا في القناة، فعلوا زر الجرس حتى يصلكم كل جديدنا. أشكركم على المشاهدة وأشوفكم في فيديو جديد. إلى اللقاء.